بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بالزملكاوي في كل مكان، اهلا بيكم في الكوره مع جمال خليفه. يا جماعه شوف الواحد سنه قد ايه، عمري ما شفت اللي بيحصل في كره القدم المصريه زي السنه دي. والسبب يا جماعه في الوضع اللي احنا عايشين فيه. محمود الخطيب مسيطر على المنظومه الرياضيه كامله، ولازم جماهير الزمالك تتحرك عشان يتغير الوضع، غير كده ما ينفعش. تخيل عزيزي المشاهد وانت بتتفرج تلاقي فرقتين بيحتفلوا ببطولة الدوري العام في وقت واحد. الأهلي بتحتفل بجماهيره وبيراميدز بيحتفل ببطولة الدوري. ايه اللي بيحصل ده؟ ما تعرفش ايه اللي بيحصل الا في المنظومة اللي عندنا. يا جماعة مطلوب التغيير، ومش هيغير الوضع الا جمهور الزمالك. لما يعمل حاجة كله بقى يخاف وكله يطبق اللائحة. انا مش هقول بقى جمهور الزمالك ايه، بس لازم يتدخل، ولازم نتخلص من احمد دياب، ولازم نتخلص من هنا بريده، ولازم الخطيب دهوت يتم محاكمته. وغير كده يا جماعه الوضع هيبقى هو كما عليه. الزمالك فيه غلطات ومجلس اداره سيء ومفيش لعيبه ومفيش صفقات والكلام ده كله، ولكن مفيش عداله، مفيش منظومه رياضيه صح في مصر. وارجوكم يا زملكاويه لو سمحتوا اشتركوا في القناه واعمل شير، واشكركم.